السلام عليكم الأخوان وتحية عسكرية للجميع مرة أخرى وبنفس الأسلوب الكلاسيكي ديال المراوغات. كيتأكد لنا بأن ملف الملعب الجيش الملكي ماشي مجرد صداع عابر، بل هو مسلسل طويل العنوان ديالو غياب الوضوح وتغييب صوت الجمهور العسكري. تيقولوا بأن الجيش الملكي غادي يستقبل الخصوم ديالو الموسم المقبل في الملعب الأولمبي سواء في البطولة أو دول أبطال إفريقيا. اما مركب الامير مولاي عبد الله فهو مقفل ومحتكر للكاف والمنتخب الوطني وللتظاهرات الكبرى. انا بالنسبه لي هذا قرار جاهز ما فيش لا نقاش ولا اعتبار المطالب ديال الجمهور العسكري. المطلب كان واضح، الفريق يلعب في المعقل ديالو التاريخي، هذا المعقل اللي يرتبط بالبطولات بالافراح وحتى بالخيبات، ولكن على الاقل كان ديما ديال الجيش. اليوم كيتقال الجمهور العسكري بان الملعب الاولمبي فيه كل المعايير، ولكن هاد المعايير التقنيه راه ما كتعني والو قدام المعايير الرمزيه والتاريخيه. اللي واضح هو ان هذا القرار متخذ من زمان، والجمهور العسكري مجرد متفرج على مسرحيه كتعاد كل موسم، وكيتقال لك باللي راه كاينه ظروف استثنائيه وكاينه تظاهرات كبرى الى اخره. ولكن واش الفريق ماشي مؤسسه كبرى في حد ذاتها؟ يعني واش الجمهور الجيش الملكي ماشي هو الاخر، يعني تظاهره كبرى في كل اسبوع؟ إدارة النادي ساكتة ومتواطئة بالنسبة لي، والجهات الوصية هي اللي كتقرر. فإلى ماشى غادي يبقى صوت الجمهور العسكري خارج حسابات المسؤولين. واش فعلا معايير الكاف أهم من معايير الوفاء والارتباط بين الفريق والجمهور ديالو؟ حيت الجماهير العسكرية ماشي ضد التقدم ولا التطوير، ولكن ضد التهميش. بالنسبة لي قرار اللاعب في الأولمبي كيتقرا عند الجمهور كإقصاء مقصود، وكأنه رسالة مفادها الصوت ديالكم ما عندوش تأثير. ومن هنا خرج واحد الموقف صريح، المقاطعة ثم المقاطعة وسيلة ضغط حضارية باش توصل الرسالة باللي الملعب ماشي مجرد مستطيل أخضر، بل هو هوية للفريق. اللي خاص المسؤولين يفهموا هو أن مقاطعة ديال الجمهور الجيش ماشي خسارة للجمهور، بالعكس بل خسارة للفريق، للبطولة وللصورة العامة ديال كرة القدم الوطنية. بلا الجمهور العسكري المباريات كتصبح بلا روح. مقاطعة راه ماشي نزوة ولا لحظة غضب عابرة، ولكن قرار واعي بالنسبة لي كيبين بأن الجمهور ما بقاش كيرضى بسياسة الأمر الواقع. اليوم الكرة في ملعب مسؤولين، يا إما الاعتراف بحق الجماهير في المعقل ديالها التاريخي، يا إما مواجهة موسم رمادي مليء بالمباريات الباردة والجماهير خارج الأسوار. مقاطعة رسالة قوية كتبين بأن الملعب الأولمبي ماشي المعقل ديالنا وما كيمثلناش تاريخيا، والزعيم المكان الطبيعي ديالو هو المركب مولاي عبد الله، الملعب اللي ارتبط بالبطولات وبالأمجاد. أي قرار كيرغم الفريق على استقبال الخصوم ديالو خارج المعقل ديالو لن يقابل إلا بالمقاطعة، حيت هاد الأخيرة موقف والهوية خط أحمر. المعقل راه ماشي الرفاهية الإخوان، هو راه أساس، واللي يبغى يشوف الزعيم يعرف أنه دائما وكان وسيبقى في الأمير مولاي عبد الله إن شاء الله.